قال ربكم ادعوني استجب لكم. احنا بندعي ربنا ليه؟ لما هو ربنا سبحانه وتعالى عارف عننا كل حاجة، عارف احنا محتاجين ايه، عارف المشكلة اللي احنا واقعين فيها، عارف الهموم اللي عندنا، عارف كل حاجة عننا. تمام؟ فاحنا بندعي ليه؟ احنا مش بندعي عشان نعرف ربنا احنا عايزين ايه ومحتاجين ايه، احنا بندعي عشان يفضل قلبنا متصل بالله. احنا لو مش بندعي ربنا وبنقول ما هو ربنا عارف كل حاجة عننا، هو شايف بقى مطلع ويعمل ايه اللي هو شايفه، لا لازم ندعي ربنا عشان يفضل قلبنا متصل زي ما قلنا، وكمان عشان نفضل دايما في كده حاجة حلوة بينا وبين ربنا. الدعاء كده بيريح القلب، تحس انت بتكلم ربنا. فده هو الاتصال، ان انا افضل كل ما اصلي او كل وقت انا واقع في ازمه او في مشكله او حاجه، افضل كده اتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى. وقال لنا الرسول عليه الصلاه والسلام الدعاء هو العباده، يعني تدعي كتير عشان الدعاء جزء من العباده. وكمان الدعاء بيرد القدر او بيغير القدر. يعني لو في حاجه هتحصل في حياتك وانت خايف منها وخايف تحصل او اي حاجه، تدعي ربنا، ربنا هيغير لك قدرك او يغير لك الحاجه دي بسبب دعاء انت دعيته.